لوين باش يوصل الذكاء الاصطناعي في المدة وفي الأعوام الجاية؟ فما حاجة تخوف باش نحكيها في الآخر، ما هذاك الواقع نتاع اللي ماشي له العالم. باش ندخلوا في الرسمي وفي الصحيح المرة ذي في الفيديو، معناها واللي أول مرة يتفرج في الفيديو اللي قبل باش يفهم خير، على خاطر فما ترتيب وتفسير هكا، سينو يعمل ريشيرش انترنت باش ما نقعدوش نفسروا كل حاجة ونرجعوا لي ديتاي في كل فيديو. اغلبنا ولا قول برشا فينا نتبعوا من الاول من اللي بدا تشات جي بي تي، معناها وخلطوا لي موديل اخرين سواء كلود جيميناي واللي موديل اللي مصين ديب سيك وكوين وغيره. كي بدات الامور في الاول كانت حد التكست، معناها تكتب له تسال يكتب يلوج يجاوبك سواء في الكود ولا في التكست. ومن بعد وصلنا للملتي موداليتي اللي هو الاي اي الذكاء الاصطناعي، ولا يقبل الصوت التصوير الفيديو، معناها ويخرج لك صوت ولا تصويره ولا فيديو ينجم يعملهم مع خلوط للRM لارج ريزونينج موديل صرت قبل، سواء الفيديو ولا التكست ولا الفوتو ولا النتائج معناها قراب للواقع، قراب على الاخر معناها حقيقه بريسك. من بعد بدات وشفنا الاوتوميشنز والاي اي ايجنت بالانيتان وبالاوبال وغيره. هذوما انه تركب اكثر من مرحله بالذكاء الاصطناعي باش يخرج نتائج معقوله ولا يعاون في خدمه، يعمل حاجات كانوا ياخذوا برشا وقت وفيهم مراحل، سواء يجاوب على ايميل معناها يشوف حاجه يلخص كتيبه يخمم اي اي موديل ويجاوب ويعمل رياكسيون بالطريقه هذه كما اللي تشوفوا فيها في الفيديو بالانيتان وغيره. ولا ينجم يهز حتى على اتصال مثلا وعنده معلومات على الاساس نتاعها يجاوب، ولا يقرا كتيبه نتاع ميساج ولا ايميل ولا ميساج واتساب ولا ميساج فيسبوك وعنده معلومات يجبد منهم ويخمم بالموديل اي اي يخمم بيه ويجاوب. فما حتى الاوتوميشنز معناها راك تحط له كل يوم يكتب، كل ساعه يبعث ايميل ميساج يعمل تصاور ومن بعد يهبطهم. والحكايه هذه بدات تتعوض كما لي سونتر دابيل. تو نهار نحكي بالذمه على لي سونتر دابيل 2026 2027 باش زيد تقدم الامور. ملي كنا الاي اي اجنتس باش يولي الديجيتال امبلوي، ملي كان وكيل ذكاء اصطناعي عنده مهمات يعملهم باش يولي موظف رقمي. مش فرق في التسميات راهو لهنا، الفرق انه ملي كان اي اي تحط له جوست يجاوب وكهو ولا يعمل تصور وحده ويهبطهم. في سنتر دابيل كوم اكزامبل عنده معلومات قاعده بيانات، معناتها تنجم تكون حتى في شيء اكسل مش لازم باز دوني كبيره، ياخذ منها المعلومات ويجاوب العباد، ولا يعدي دوسيات يخرج رابور في الاخر وكل شيء. توا لا باش يولي موظف ديجيتال، معناها امبلوي ديجيتال، معناها كي تخدم الموديل يولي يجاوب يلقى الحل ياخذ القرار اللي لازم، في نفس الوقت يتصرف ويخرج فاتوره ويكونتاكتي اللي لازم يكونتاكتيه، وكان لازم يكمل يخدم الخدمه نتاع الاداره. هنا رانا نحكيو على نيفو معناها الموديل مش باش يتعلم من تصرفات البشر كما كان يعمل قبل ويتعلم منهم ويتبع ويعمل كيف ويحاول يحسن. هنا لا، راهو باش يشوف ويلقى المشكل وحده ويخدم على الحل ويتصرف وحده، مش بالضروره يكون الحل شافه قبل، معناها حتى كان حاجه ولا مشكل اول مره يصير. انا حكيت على سونتر دابيل راهو كمثال، بقى باش يخدم فيه برشا حاجات، اما راهو هذايا مش كان سونتر دابيل، معناها باش يدخل في الابحاث التقنيه العلميه في الطب في صناعه الدويات في الفلاحه في السيرفيس بما فيهم لي سونتر دابيل سيرفيس. هذايا حكينا على الموظف الرقمي 2027 2028 كان حيانا ربي بخير. الذكاء الاصطناعي باش يولي اوتو تيلي، معناها سيلف دايركتد جولز. الذكاء الاصطناعي باش يولي ذاتي التوجيه ويتصرف وحده 100%. ما عادش باش تقول له اكت لايك ولا يستنى تقول له اعمل هكا وشنو لازم ووقتاش وعلاش. خدمه يقرا الداتا، معناها سواء كان فما دي دوكيمون باز دو دوني في شي اكسل حتى اللايف كامز نتاع الشركه، يفهم روحه وين شنو دوره شنو ينجم يعمل ويبدا يخدم وحده، معناها يلقى شنو الغلط يصلحه يلوج يحسن يطور وكل شيء. 2028 2030 كان عشنا وحينا وربي بخير. المتوقع نوصلوا للاي جي اي Artificial General Intelligence، الذكاء الاصطناعي العام. هذا يمكن يجي مع الكوانتم كومبيوتينج. هذا اللي ما يعرفش الكوانتم كومبيوتينج، الكوانتم كمبيوتر واحد معناها القوة متاعه قد الليزورناتور الكمبيوترات متاع العالم الكل ملمومين مع بعضهم، وباللي جي اي معناها باش يفوت العقل البشري
سواء في التحليل ولا في المنطق ولا في الاستنتاج. بعد هذا باش نوصلوا معناها بعد 2035 حسب التوقعات يقول لك باش نوصلوا لل ASI ال Artificial Super Intelligence اللي هو الذكاء الاصطناعي الفائق ولا الذكاء الفائق الاصطناعي، سميه كما تحب هو الترتيب. لهنا باش تولي الانتليجنس ارتيفيسيال تخدم وتعمل حاجات من غير ما نخلطوا كبشر نفهموا شنو اللي صار، ولا من غير ما ديجا نقولوا نحن شنو اللي لازم يتعمل، باش يولي الكاباسيتي معناها تفوق برشا العقل البشري والقدرة الذهنية متاع البشر. فباش نوليو في النيفو هذايا نحكموا كان على النتائج، نوليو نحكموا كان على معناها ماناش باش نتصرفوا كونكريتمون بيدينا في الحلول متاع المشاكل. هذا باش يكون لي ساي معناها الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء المتوقع بعد 2035 وبعد ما يبدا الكوانتوم، وان شاء الله ربي يحيينا بخير. الفيديو الجايه باش نحكي فيها على لي بروفيسيونيل وشنو يخموا ومن شنو قاعدين خايفين، وبرشا سؤالات وتساؤلات قاعدين يسالوا فيهم باش نحكي عليهم معناها بالملموس في الفيديو الجاي ان شاء الله.